السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من بين 203 مشروع استثماري مرتبط بأجانب إلى حد الآن، يعني في التي تصريحات أسعدت الملايين في الجزائر اليوم على لسان مدير وكالة ترقية الاستثمارات في الجزائر السيد عمر ركاش، حيث أكد على أن التعهدات الأوروبية للاستثمار داخل البلاد تقدر بقيمة مالية تزيد عن $2.5 مليار، حيث أبدت شركات أوروبية رغبتها بالاستثمار في الجزائر خلال الفترة المقبلة مع عودة الثقة في مناخ الاستثمار بحسب تصريحات المدير العام للوكالة الجزائرية، معتبرا أن استثمار دول الاتحاد الأوروبي ما هي إلا بداية لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعدد من القطاعات الاقتصادية. فقد استقطبت الجزائر استثمارات من دول الاتحاد الأوروبي في 27 مشروع من إجمالي 203 مشاريع استثمارية أجنبية سجلت فعليا على مستوى الشباك الواحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وقد توزعت على عدة قطاعات على رأسها قطاع الزراعة والاقتصاد الدائري الخاص بمعالجة النفايات. وتوقع المسؤول الجزائري أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 2500 وظيفة في مرحلتها الأولى. وكان دييغو ميادو سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر قد أكد في مقابلة صحفية بأن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على 24% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والمقدرة بنحو 23 مليار يورو، إلا أن الجزائر رفضت مجددا أكثر من 10 شركات أخرى تعود لمالكين إسرائيليين وتم طرد مبعوثيهم من المناقصات التجارية. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.